ابني عنده 3 سنين ونص، بس كل ما اطلب منه يرسم دايرة او خط يرسم شخبطة وخلاص. هل ده تأخر؟ في سن 3 سنين الطفل الطبيعي يقدر يمسك القلم بطريقة بسيطة ويقلد خط مستقيم او دايرة حتى لو مش مظبوطة قوي. طب ليه دي علامة مهمة؟ لان القدرة على رسم اشكال بسيطة مش بس مهارة حركية، ده كمان بيعكس تطور الادراك البصري عند الطفل والتناسق اللي بين العين والايد، ودي مهارات اساسية للكتابة، للعبة او حتى للاكل. نصيحتي العملية هي اننا ندرب الطفل على الشخبطة الموجهة، يعني ارسم خط وصل بين نقطتين، ونستخدم الوان سميكة واسهل في المسك. ولو لقينا صعوبة واضحة في التقليد او في التناسق يبقى الطفل محتاج تقييم للنمو. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال، وبكرة ان شاء الله هنتكلم عن سلوك غريب ولكنه شائع. ابني بيصرخ لما بنروح اماكن زحمة، هل ده طبيعي ولا اضطراب؟